السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ فيديو جديد على قناة يوميات امين السيد. اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا كويسين واحسن صحة واحسن حال. يلا نعمل مع بعض الوجبة الجميلة الخفيفة اللطيفة دي. هنعمل مع بعض النهاردة كفتة داوود باشا، حاجة كده بربع كيلو لحمة هتاكلي البيت كله، وكمان طعمها حلو ولذيذ وخفيف ومتاخدش وقت يعني ولا واقفة في المطبخ. هنا كان معايا حسب مقدار اللحمة طبعا اللي انت حابة تعملي بيه. انا كان عندي ربع كيلو لحمة مفرومة. تمام. ربع كيلو اللحمة المفرومة دول هنحط عليهم معلقة صغيرة توم، يعني بمقدار فصين أو 3 توم مهروسين، وبصلاية مبشورة، ومعلقتين عودين أو 3 بقدونس أو كزبرة، برضو المتاح عندك الاتنين، خلطي ما بين الاتنين. توابلنا ملح وفلفل، معلقة صغيرة ملح، معلقة صغيرة فلفل، معلقة صغيرة 7 بهارات، مع ذرة كوبيبة صيني اللي هو البهار الحلو، ومعلقة صغيرة مرقة فورية اللي هي مرقة الخضروات. تمام. هنا بقى خلاص انا حطيت كل مكوناتي، ابتدي بقى امكس كل المكونات دي مع بعض لغايه لما اللحمه تسمغ معايا. يعني ايه تسمغ معايا؟ ان هي تبقى كانها فيها عرق. فاهمين انا قصدي ايه؟ هنا كنت بفتفت التوم، لان أنا طبعا زي ما انتم عارفين انا التوم عندي بيبقى متفرز في الفريزر. ان هو انت تعجنيها، اول ما تبتدي تاخدي منها حته عجينه تلاقيها بتدي معاكي التشكيل اللي انت عايزاه. دي معنى كلمه تسمغ معاكي العجينه. يعني زي ما بص انا هوريك اهو، هي الاول كانت مفتفته، انت كل ما بتعجني فيها كل ما بتسمغ معاكي اكتر. هنا عجنتها بقى كويس قوي. ابتدي بقى اخد يعني حته لحمه بحته لحمه، وابتدي اكورها كور مكوره كده مدوره زي ما انتم شايفين. طبعا حجم الكفتايه زي ما انت عايزاها كبيره عايزاها صغيره زي ما انت عايزه. انا بحب اعملها في الحجم الوسط، ولا صغيره قوي ولا كبيره قوي. اللي هي الكفتايه تتاخد على المعلقه، يعني تتقطع على قطعتين، على القطمتين مع الرز وخلاص. فاهمين انا قصدي ايه؟ وكمان عشان لما تستوي تبقى واخده سواها كامل، ما تبقاش استوت وخدت لونه من بره وتلاقيها نيه او معجنه من جوه. الحجم اللي هو اللي انتوا شايفينه ده بيبقى انسب حجم لكفته داوود باشا. على فكره من انواع الكفته اللي بيبقى طعمها لذيذ جدا، والصوص بتاعها بيبقى طعمه خطير جدا. بصوا الخطوه دي انتوا ممكن ما تعملوهاش لو انتوا اللحمه عندكم ما فيهاش نسبه دهون عاليه. انا اللحمه المفرومه اللي عندي كانت الدهون فيها عاليه، فانا عشان ما تفكش مني لما اجي احمرها بدرتها بالدقيق زي ما انتم شايفين. يعني حطيت في الطبق معلقه واحده دقيق، اللي هو الدقيق العادي، اللي هو الدقيق متعدد الاستخدامات العادي. حطيته عادي في الطبق، وبقيت ابدر كل كفته، يعني كل واحده بالدقيق كده، اللي هو بغلفها بالدقيق عشان لما زي ما بقول لكم اجي احمرها ما تفكش مني. انتي اللحمه عندك لحمه صافي او نسبه الدهون فيها اللي هي نسبة 10%، مش كتير. تمام، هتكملي بيها عادي 10 او 15% دهون، هتكملي بيها عادي من غير ما تعملي لها خطوه الدقيق دي. انا كان اللحمه اللي عندي زي ما بقول لكم كانت الدهون فيها عاليه، كانت اكتر من 20% كمان. ف حرصا يعني انها ما تفكش. انا جبت الحله بقى، الطاسه اللي انت هتعملي فيه يعني واتيفر اللي انت عايزه تعملي فيه، نزلت بمعلقتين زيت كبار زي ما انتم شايفين كده. ما بيكونش زيت غزير وما بيكونش زيت قليل، هما معلقتين حلوين. الزيت يسخن معايا، ابتدي انزل بالكفته واحده واحده. تمام، زي ما انتم شايفين كده، واحده واحده لغايه لما تنزلي الكميه وما تلزقهمش في بعض، عشان لما تيجي تقلبي يتقلبوا معاكي بسهوله وما يلزقوش في بعض. زي ما انتم شايفين كده هنزل بالكميه كلها اللي عندي. وحاجه تانية، انت ما بتقلبيش غير لما الكفته تاخد لون من تحت زي ما انتم شايفين. بصوا انتوا لو هتلاحظوا ان لون الزيت ابتدى يتغير، هنا خلاص كانت الكفته اتشمعت من الجهه اللي انا منزلاها عليها وخدت اللون المناسب، اللي هو انا لما اقلبها مش هتكون لازقه اصلا يعني في الحله او الطاسه اللي انت بتعملي فيها. هتبتدي بقى تقلبي الكفته تاخد على كل الجهات، تاخد لون من كل الجهات زي ما انتم شايفين. هي طبعا اللحمه المفرومه ما بتاخدش وقت في التسويه، بس برضو انت هتقلبيها من كل الجهات، مش هتكوني استوت لجوه. انتوا فاهمين انا قصدي ايه؟ خلاص هنا بقى خلاص خدت اللون كله وابتدى لونها يتغير، واتاكدت انها استوت نص سوا. هي كده بيكون مستويه نص سوا، ما بيكونش استوت تسويه كامله. بنفس الزيت، انا مش هغير الزيت اللي نزل من اللحمه دي، النكهه اصلا اللي هتنكه الصوص اللي انت هتعمليه. تمام. نزلت ببصلايه متوسطه مقطعاها على ايدي، يعني مكعبات عاديه. هبتدي بقى اقلب. بصوا اصلا لون البصل يا بنات لما نزل، بصوا بقت مكرمله ازاي. انا بقى عايزه اكرملها اكتر كمان، هحط لها معلقه سكر دلوقتي. بس دلوقتي هنزل ببقيه الثوم. هي معلقه كبيره خدنا منها نصها،
اللي هي معلقة صغيرة مع خليط الكفتة وانا بعجنها، ونص التاني في الصوص اهو. تمام. هقلب بقى زي ما انتم شايفين كده. نزلت بقى بمعلقة السكر، معلقة سكر صغيرة اللي هي معلقة الشاي العادية. تمام. وابتدي بقى اقلب. اهم حاجة صليت على النبي ولا لسه، وحطيتي لايك ولا لا. وهنا نزلت بمعلقة صغيرة مرقة فورية، ولو مش مشتركة اشتركي وفعلي زرار الجرس، وما تنسيش تشيري فيديوهاتي لو محتوايا بيعجبك. خلاص. هنا بقى ننزل بمعلقتين كبار صلصة اللي هي الصلصة المعلبة زي ما انتم شايفين. نزلت بقى بيها. طبعا ما تسيبيش فتفوته يا جماعه، هي كل حاجه بقت غاليه، اوعوا تسيبوا حاجه في المعلقه. تمام. هقلب بقى عشان التقليبه دي مهمه يا بنات، عشان الماده الحافظه اللي في الصلصه تبتدي تروح كده والصلصه تستوي شويه. خلاص. هنا بقى لونها اتغير وانا اتاكدت انها استوت. ديت كانوا طماطميتين كبار مبشورين، انا بشرهم مش ضربهم، انت حابه تضربيهم في الخلاط براحتك، بس انا بحبها مبشوره اكتر، بيبقى الصوص اتقل والطعم الطماطم مركز اكتر. نزلت بقى بملح وفلفل وشوية 7 بهارات زي ما انتم شايفين، معلقة صغيرة. المفروض المقدار في التوابل معلقة كبيرة، انا بقسمتها من كل حاجة في الخليط بتاع اللحمة الاول معلقة صغيرة، وبعد كده في الصوص معلقة صغيرة التانية. فاهمين انا قصدي ايه؟ بس خلاص قلبتها بقى تمام وعملت التوابل. ونزلت بكوباية مية سخنة، مية سخنة من الكتل. ولو عندك طبعا شوربه لحمه يعني انت مخزناها تبقى افضل. وبعد كده نزلت بكفته زي ما انتم شايفين، الكفته غليت كده وبقت تمام التمام وخلاص شكشكت. نزلت زي ما انتم شايفين قرن فلفل رومي. طبعا لو انتم بتحبوا السبايسي يبقى السبايسي احلى بكتير. بس وطفيت عليها ووطيت تغلي غلوتين كده والصوص يتقل معايا شويه وخلاص بطفيه. اوكي. ممكن بترش شويه كزبره او بقدونس في الاخر وبتطفي. هنا بقى الحله دي بنعمل ايه؟ بنعمل رز ابيض. رز ابيض زيت وزبده، ويبقى بالزبده اطعم كمان على فكره. سخنت. نزلت بقى بالكوبايتين رز ابيض زي ما انتم الرز يعني عادي. ابتدي بقى اشوح فيه لغايه لما الرز يتخروش معايا كده ولونها يفتح. خلاص اتظبطت معايا. هبتدي انزل بيه المقدار الملح بتاعها العادي. وصدقوني تركية الفلفل الاسمر في الرز الابيض بتوديه في حته تانية. ومرقه فوريه لو انت مش هتسقي الرز بشوربه، وطبعا براحتك ممكن تستغني عنها. واقول لكم بقى على تركية تانية اللي هو بتخلي بقى الرز الابيض ده في حته تانية، ان انت ممكن بتحط لها ربع كوبايه لبن حليب عادي، ومعلقه صغيره سكر، كانك بتاكلي رز معمر بس معمول في الحله. بيبقى خطير بصراحه. بس نزلت بمقدار الميه اللي هو السائل يعني اللي هتسقيه بالرز. كوبايتين الرز وهم عليهم كوبايتين الميه. الرز المصري بتاعنا كوبايتين بياخدوا كوبايتين سائل زي ما قلنا. خلاص كده اسيبه بقى يغلي يتشرب، هنوطي عليه ونحط الصاجه تحتيه وخلاص. ادي طبق الرز اللطيف الخطير مفلفل ولونه ابيض وفاتح وطعمه اللهم بارك كان خطير. الكفته مستويه وجوسي من جوه مش ناشفه، والصوص خطير. وده كان فيديو النهارده، اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله على خير. مع